هو شكله بسكوتاية، بس الأكيد إنه هيعورك. تريبل جي هو واحد من أقوى وأصلب الملاكمين على مدار تاريخ الملاكمة ده كله. الرجل الذي لم يسقط أبدا في خلال مسيرته المهنية كلها. عنده دقن حديدية، قبضاته فولاذية، من النوع اللي ما بيتكلمش كتير وبيسيب لكماته هي اللي تتكلم عنه. مهاراته الفنية وقوته الساحقة خلته يسيطر تماما على فئته الوزنية، وده خلاه يكون واحد من أكتر المسيرات الأسطورية اللي شفتها في فئة الوزن المتوسط في تاريخ الملاكمة. تخيل إنه قعد 8 سنوات كاملين أسقط فيهم كل خصومه بالضربة القاضية. فالنهاردة يا شباب إحنا على موعد مع الأسطورة تريبل جي، وهنحطه تحت الميكروسكوب وهنحلل بعض من مهاراته وتكتيكاته الفنية. ولكن قبل ما نبدأ بفكرك انك تعمل اشتراك في القناة وتدعمني باللايك، عشان لو انت بتحب الملاكمة فانت مش هتلاقي افضل من المكان ده يديلك اللي انت عايزه. واسمحوا لي اقدم لكم نفسي للي بيشوفوني اول مرة. انا كوتش مهند، خبرة اكتر من 18 سنة في عالم الملاكمة، والخبرة دي دراسيا وتطبيقيا، وعلى اساسه بقدم لك كل اللي بتحتاجه في عالم الملاكمة، ومستندا للعلم وبطريقة سهلة وبسيطة ومش هتلاقيها عند اي حد تاني. فمن غير ما اطول عليك يلا بينا نبدأ. وكعادة تحليل اي ملاكم هنبدأ بوقفة البوكس بتاعته. بما ان تريبل جي من النوع اللي بيحب يهاجم على طول، فهو بيحب يخلي وقفته أشبه إلى المربع، بيخلي صدره كله باصص لقدام، وعادة بيستخدم الرجل الأمامية أكتر، فهو بيحط وزنه أكتر عليها. وخلي بالك الطريقة دي ممكن تدي الخصم فرص أكتر إنه يضربك ضربات مستقيمة، بس في نفس الوقت بتعلي قدرته الهجومية قوي، لأن دراعاته الاتنين بيبقوا قريبين من الخصم أكتر. ولكن في بعض الأوقات جلوفكن بيحن للمدرسة القديمة بتاعته، وبيبدأ إن هو يستخدم اللونج والأوبن جارد، والوقفة دي بتسمح له إن هو يدافع ويهاجم في نفس الوقت بالكاتش والجاب. ولكن لما المسافة بتقرب وبيبقى في المسافات المتوسطة بيتحول لأسلوب الهاي جارد العادي التقليدي، وبيكون في وضع منخفض شوية ومغطي راسه وجسمه كويس جدا. ومن الحاجات المهمة في الوضعية دي إن دقنه دايما تحت وراسه لتحت شوية، بس عينه على طول باصة لقدام وشوية كده، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. اما بالنسبه بقى للفوتورك فهو ما بيعتمدش قوانين الملاكمه، ساعات بيتقاطع وساعات بيمشي كانه ماشي في الشارع او في بيتهم عادي جدا. بص كده بيمشي ازاي، كانه لسه صاحي من النوم ورايح التلاجة يجيب شويه ميه او يشوف حاجه ياكلها. السلام عليكم، التلاجة فيها ميه، قال انا جعان. تريبل جي دايما بيقاتل وهو ثابت على رجله كويس جدا، مفيش ارتدادات كتير، مفيش باونس، بس بالرغم من اللي انا قلته ده الا انه ممتاز في قطع الحلبة وبيستخدم رجليه بشكل استراتيجي علشان يضغط على خصومه بشكل رائع جدا. ودي افضل مهارة عنده وهي الضغط المستمر. الاسلوب ده بيعتمد على رجليه الثابتة، وهو ده مفتاح الضغط المستمر عنده. ليه؟ لان هو بيعتمد على الاقتصاد في الحركة، فبدل ما يقعد يتنطط كتير طول الوقت، جنادي بيعمل خطوات صغيرة وبيعدل وضعه وبيفضل يقرب تدريجيا أكتر وأكتر من الخصم. فهو ما بيفضلش ماشي ورا خصمه كده وخلاص، لا، هو بيحاول إنه يقطع عليه الحلبة، يعني بيمنعه من الهروب عن طريق الزوايا وبيفضل ضاغط عليه ناحية الحبال. فاسلوب الضغط المستمر ده بيتعب خصومه جدا جدا، لانهم بيبذلوا مجهود عالي قوي اكبر بكتير في حركه رجليهم مقارنه بتريبل جي اللي بيكون هو اللي متحكم في نص الحلبة. في حين ان الحركه النشطه والجانبيه ممكن تكون سلاح قوي، الا انها بتستهلك كم كبير جدا من الطاقه، وبعض الملاكمين بيتعبوا في الجولات الاخيره بسبب الحوار ده. بص هنا كده ازاي بيقفل عليه وبيقطع الحلبة وبيقول له مفيش هروب من هنا، انت رايح فين؟ انا هجيبك، يعني هجيبك. راح فين؟ استنى بس من هذا. اظن كده انت فهمت يعني ايه بيقطع عليه الحلبة. ممكن افكرك بقى انك تعمل لايك، لان ده الدعم الحقيقي اللي ممكن تقدمهولي. واكتر حاجة بتساعد تريبل جي على الضغط المستمر هو تحمله الهائل للكمات، فهو بيفضل يتضرب عادي وبرضه بيفضل مستمر ومكمل لقدام، وهنا هو اللي بيجبر الخصم على التراجع. وفي إجماع عام في عالم الملاكمة إن تريبل جي عنده أقوى دقن في عالم الملاكمة كله،
ولكن الحكاية دي مش المؤثر فيها بس هو قوة دقنك، لأ، ده في عوامل فنية وتقنية ممكن تزود جدا قدرتك على تحمل الضربات، وأهم عاملين في النقطة دي هما الرؤية ووضعية الدقن. وهي دي الحتة اللي قلتلك هنرجع لها بعد كده بالتفصيل. في وضعية الملاكمة تريبل جي دايما بيخلي دقنه لتحت ووشه مواجه للخصم، والوضع ده بيخلي ان من الصعوبة جدا ان الخصم يوصل لدقنك، وكمان بيزود قدرتك على تحمل الضربة. بس انت لما بيكون وشك لتحت في اوقات كتير عينك كمان بتتبع نفس الاتجاه، فبتلاقي نفسك بتبص لتحت، وعشان كده مهم جدا انك تتعود تبص دايما لقدام حتى وانت خافض راسك لتحت. وزي ما قلنا في فيديوهات قبل كده، الضربة اللي بتوقعك قاضية هي الضربة اللي انت مش بتشوفها. فلو ركزت كويس على كل الضربات الكبيرة اللي تريبل جي قدر ان هو يتحملها، هتلاقيه دايما صاحي ومركز وعينه دايما شايفة الضربة اللي جاية ناحيته. وفي كمان عوامل جسدية مهمة جدا، وهي قوة عضلات رقبته. ولو لاحظت تاني كده هتلاقي لما الخصوم بيضربوا تريبل جي بقوة قوي، راسه يدوب بتتحرك حركة بسيطة، وتقدر تشوف هنا عضلات رقبته باينة وبارزة، وده لأن رقبته القوية بتثبت راسه في مكانها، وده بيمنع الحركة الارتدادية اللي هي أصلا بتسبب الإغماء أو النوك أوت. وطبعا ده كله راجع لتدريبات جلوفكن القاسية جدا للرقبة اللي ساعدته ان هو يزود قدرته على تحمل الضربات. الجاب القوية، احنا اتكلمنا عن قدرة تريبل جي ان هو يتحمل الضربات، دلوقتي بقى هنتكلم عن قدرته انه يوجه الضربات. ويمكن اهم ضربة عند تريبل جي في كل ترسانته القتالية هي الجاب، اللكمة الامامية. الجاب بنقدر نستخدمه في حاجات كتير قوي، ولكن تريبل جي بيفضل انه يرمي جاب قوية جدا وشريرة. يا جدع ده بيوقع خصومه بالجاب. الجاب بتاعته فعلا سلاح وبيخترق دفاعات الخصم بكل سهولة. فتعالى بقى اقولك ايه سبب قوة ضربة الجاب بتاعته دي. والسبب هنا انه دايما بياخد خطوة لقدام وهو بيضرب الجاب، وبيستخدم رجله الخلفية زي الزنبرك كده علشان يولد بيها القوة دي كلها ومن نص خطوة بس. وكمان بيحب يضرب قوي الدبل جاب، يعني 2 جاب ورا بعض. فهو ما بيكتفيش بجاب واحدة بس، لا، بيرمي أكتر من واحدة ورا بعض، وكل واحدة فيهم وراها قوة فعلا حقيقية وقوية جدا. الشباب اللي ما كانش فاهم يعني ايه كسر الإيقاع يركز في دي. بص بيضرب الجاب امتى؟ الخصم خد القرار ان هو يضرب، في الوقت ده هو بيحط الجاب بتاعته. وزي ما احنا عارفين، بما ان الجاب هو اقرب ضربة لوش الخصم، لما تكون ضربة قوية كده وكمان بتعرف توظفها صح فبتتحول لسلاح خطير جدا. ولو لقى نفسه في موقف الخصم هو كمان بيحاول يتفوق عليه في الجاب، فساعتها جنادي بيبدأ ان هو يستخدم البارنج اللي هو صد الضربات، او انه يخلي دماغه بعيدة عن خط المنتصف عشان ضربته هي اللي توصل وضربة الخصم تعدي من فوق كتفه. تريبل جي مش ملاكم متهور ولا بيدخل كده بشكل عشوائي، هو ذكي جدا في عدوانيته وبيختار أماكن ضرباته وبعناية شديدة. بسبب قوة الجاب بتاعة تريبل جي، فده بيجبر خصومه دايما ان هم يرفعوا ايديهم ويستخدموا الهاي جارد، وفي الوقت ده بيستغل تريبل جي بقى الفتحات والاماكن التانية عشان يحط فيها لكمات مدمرة. وده شباب اللي بنسميه فن تشتيت الخصم. فلما الخصم بيقفل المسافة وبيحاول يحمي وشه،
هو في الحقيقة بيسيب جنب دماغه كله مكشوف، وده بيفتح فرصة لتريبل جي إنه يضرب هوك طويل للدماغ أو ساعات كمان بيوصله للبادي. تريبل جي كمان بيستخدم ضربات خفيفة وسريعة ومضغوطة عشان يخلي خصمه على طول مشغول طول الوقت. بيضرب كأنه بيحافظ على وتيرة القتال من غير ما يحط فيها قوة حقيقية. ولما الخصم بيبدأ إن هو يغطي نفسه بالكامل، هنا تريبل جي بيجي من الجنب ويستغل الغلطة دي ويدمره. وده مش بينطبق على ضربات الرأس فقط، لا ده بينطبق كمان على ضربات الجسم. وطريقته المفضلة هنا إنه بيشغل الخصم بالأبر كات اليمين وبعدها يحط شافل هوك قوي جدا على الجسم. وحتى لو الأبر كات مجاش بشكل سليم، فده بيجبر الخصم إن هو يرفع الحراسة بتاعته إن هو يعمل الجرد عالي، فده بيفتح ثغرة كبيرة في الجسم تحت، وبعديها يقوم تريبل جي حاطط له الهوك جامد جدا في جنبه. وحتى لو الأبر كات مجاش خالص أو حتى فضل التاني محافظ على الهاي جارد، برضه بص كده وركز، هتلاقيه سايب جنبه كله فاضي، البادي كله فاضي، ساعتها يقدر يحطله ضربات نظيفة جدا في جسمه. وهنا بقى هنيجي لضربة مميزة جدا عند تريبل جي وأنا بعشقها، وهي الأوفر هاند. ودي مش أوفر هاند عادية زي اللي أنت بتتعلمها مع الكابتن بتاعك، لأ الأوفر هاند بتاعته بتيجي من فوق لتحت أكتر من أي أوفر هاند شفتها قبل كده. وكمان تقريبا ده الوحيد اللي بيضرب أوفر هاند بإيده اليسار. يا إيه اللي بيعمله ده؟ اللي بيخلي الضربة دي فعالة قوي إن هي بتيجي من فوق الهاي جارد، والهاي جارد مش بيحمي الحتة دي من فوق الرأس. وكمان الخصم عمره ما هيتوقع ضربة زي دي ومن الزاوية دي. هو مش بيضرب اوفر هاند، لا هو بيضرب شواكيش. بص كده بالتصوير البطيء بتيجي منين لفين. فأنا مغلطتش لما قلت عليه في يوم من الأيام بيخترع ضربات ابن الجنية. التحكم في المسافات. فتريبل جي مش بس ممتاز في الهجوم، لكنه عظيم جدا في الدفاع، وده يمكن أكتر جانب مستهان بيه في أسلوبه. فهو بيعرف ازاي يخرج من الخطر وبتركيز وبهدوء، فدفاعه قائم على إحساسه الغريزي بالمسافة والمكان. فهو عنده قدرة خارقة في تقدير المسافة ما بينه وما بين الخصم بالظبط بالسنتي، عارف دايما هو فين، عارف المسافة اللي تخلي الخصم يضرب ويغلط. والأغرب من كده بقى كمان إنه ساعات ما بيتحركش خالص وبيسيب الخصم يضرب في الهواء. فالحركات الصغيرة جدا اللي بيعملها تريبل جي دي بتقلل أي حركة ملهاش لازمة، وده بيساعده إنه يوفر طاقته، وفي نفس الوقت بيحافظ على توازنه واستقامته عشان يقدر يرد بسرعة جدا بهجوم مضاد. بعد ما شفنا كل مميزاته، تعال بقى نخش على بعض من عيوبه. رغم ان تريبل جي تقريبا قريب من الكمال كملاكم، الا انه لسه في شوية ثغرات بسيطة في لعبه. لما بيكون الخصم مضروب وبيتراجع للخلف،
تريبل جي ساعات بيتحمس زيادة وبيبدأ إنه يحمل الضربات بقوة زايدة جدا على الفاضي، وساعتها بتبدأ تبان نواياه قبل الضربة، وده بيخليه إن هو متوقع أكتر وبيفتح فرص للخصم إنه يتفادى الضربات دي، وبيكسب شوية وقت عشان يتعافى أو حتى إن هو يرد بضربات مضادة قوية. وكمان بسبب خطواته المسطحة بيبقى أبطأ شوية من بعض خصومه، مع إنه ممتاز في الكات رينج اللي هو قطع الحلبة، لكن أحيانا بيلاقي نفسه بيطارد الخصم بدل ما بيحاصره، وبيكون بطيء سنة في رد الفعل. بس بالرغم من كل ده تريبل جي فعلا كان عنده مسيرة أسطورية، وهيفضل دايما واحد من أعظم الملاكمين في تاريخ الوزن المتوسط كله وفي تاريخ اللعبة كلها. ودلوقتي لو عجبك الفيديو ده وحبيت تعرف أكتر عن تريبل جي، فهنا اهو هتلاقي قصة حياته كلها موجودة قدامك، خش واتفرج عليها، لأن الراجل ده فعلا يستحق إنه يفضل ويظل أسطورة لحد يومنا هذا. كوتش مهنا بيحبكم في الله، ما تنسوش الدعم يا أولاد باللايك والشير والكومنت، دي أكتر حاجة هتفرق معايا الفترة دي، وشكرا.